يا اهلا يا اهلا. بابا وحشتوني يا اولاد. ازيك يا عبد الرحمن؟ وانت عامله ايه يا فاطمه؟ وانت ليكي وحشه يا نجوى. عبد الرحمن مين يا بابا؟ انا اسحاق وهي استر. اخرس. انت اسمك عبد الرحمن وانت اسمك فاطمه. انتوا ايه جرى حاجه في عقلكم ولا ايه؟ احنا برضو اللي جرى في عقلنا حاجه؟ انت اتجننت يا راجل مش عارف عيالك؟ اغبيه. دي خطه انا عاملها عشان الالمان لو دخلوا ما يعرفوش ان احنا يهود. انت اسمك عبد الرحمن وانت اسمك فاطمه. طب واشمعنى انا نجوى زي ما انا وما غيرتش اسم؟ نجوى دي تمشي مسلمه ومسيحيه، وبعدين يا ريت الالمان يقفشوكي ونخلص. ده مفيش فايده فيك، راجل لسانك زالف بصحيح. اخلصوا. انتوا جايين عايزين ايه؟ جايين نقول لك ان ما ينفعش كل واحد يبقى عايش فينا في حته كده. انت قاعد في بنسيون في القاهره، وانا قاعده في بيت طالبات في اسكندريه، واسحاق قاعد في الفيوم قلت عبد الرحمن. عبد الرحمن قاعد في الفيوم. وكل ده كوم بقى، وماما اللي انت راميها في اسوان دي كوم تاني. الحر هيقتلني يا شلهوب، حرام عليك. حرام عليك انت. الحق عليا ان انا بحافظ عليكم عشان الالمان لو دخلوا ما يقفشوناش كلنا مره واحده، واللي يتقفش الباقي يهرب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي شفناه ده مش مجرد مشهد تمثيلي في مسلسل بيتعرض اليومين دول، لكنه تجسيد لواقع تاريخي وموقف اتكرر كتير في حياة اليهود اللي كانوا عايشين في مصر. والموقف ده اتقدم في أكتر من عمل فني، وكل عمل حل مشكلة إحساس اليهود بالخطر بطريقة مختلفة. يعني كل عمل من الأعمال اللي قدمت الموقف ده قدمت حل مختلف لمشكلة إحساس اليهود بالخطر أثناء الحرب العالمية الثانية. لأن هي دي الحقيقة إن كان في طرق مختلفة للخروج من المأزق اللي شعر به اليهود لما فوجئوا بأن الألمان على أبواب مصر وممكن يحتلوها بأي لحظة، وده شكل تهديد كبير بالنسبة لهم. في فيلم اسكندرية ليه اللي قدمه يوسف شاهين سنة 1979، يوسف وهبي الثري اليهودي كان فاهم الخلفية السياسية لإقامة إسرائيل باعتبارها نقطة عسكرية متقدمة لخدمة أطماع الإمبراطورية في الاستيلاء على البترول العربي، وبصياغة أخرى إنها حاملة طائرات في جيش الإمبراطورية الأنجلو ساكسونية في نسختها البريطانية ثم في النسخة الأمريكية. لكن رغم هذا الفهم طلع يوسف وهبي حسب دوره في الفيلم في الأول على جنوب أفريقيا، وبعدين راح فلسطين بعد ما أصحاب الجنسية الجديدة الإسرائيليين يعني سرقوا عقله وسرقوا قلب ابنه ديفيد، على حد تعبير بنته في الفيلم نجلاء فتحي اللي خرجت من مصر حسب أحداث الفيلم وفي بطنها ابن الفدائي المصري إبراهيم اللي لعب دوره أحمد زكي. الثري اليهودي اللي هو يوسف وهبي استقر في حيفا، ومن هناك قدم إدانة لفظية شفناها في أحد مشاهد الفيلم، إدانة لفظية للاحتلال اللي هو شارك عمليا في إقامته، فالإدانة ملهاش معنى. الأمريكان اكتشفوا أن السعودية غرقانة في بحر من البترول. هايل. طب وانت زعلان ليه؟ طبعا أنا مش زعلان، لكن المنطق يقول إنهم في حاجة إلى قوة عسكرية في المنطقة علشان يحرس لهم البترول. فلسطين أتاري، واحنا نقول الإنجليز والأمريكان بيتخانقوا علينا ليه؟ فلسطين يا أرض الميعاد، بدل أن تكون المثل الأعلى للأخوة ورابطة المحبة والصداقة هتنقلب إلى جحيم. الأخ هيقتل أخوه زي ما حصل في مبدأ الحياة. إيه أورشليم يا قاتلة الأبرياء والأنبياء. قبل فيلم اسكندرية ليه قدمت المشكلة في فيلم لعبة الست من إنتاج 1946، يعني قبل الاحتلال بسنتين. الفيلم كله مبني على لحظة التحول اللي بتحصل بسبب خوف اليهود من احتلال الألمان لمصر. لحظة تحول حسن أبو طبق اللي هو نجيب الريحاني من فقير كحيان ما عندوش حاجة لمليونير بيمتلك
محل تجاري، هو في الحقيقة مول بلغة عصرنا، محل إيزاك عنبر الثري اليهودي زي ما ظهر في الفيلم. ممثل الشخصية سليمان بيه نجيب إيزاك عنبر، ومع اقتراب الألمان من دخول مصر بيخاف ويهاجر على جنوب أفريقيا اللي كانت فعليا وجهة هجرة مفضلة بالنسبة للقادرين من اليهود اللي في مصر، وذلك نظرا للنفوذ البريطاني الكبير في جنوب أفريقيا. بيهاجر إيزاك عنبر بعد ما بيبيع المحل لحسن أبو طبق الموظف الأمين اللي كان لسه مشغله، لكنه وثق فيه واستأمنه على إنه يديله المحل مقابل إنه يحول له ثمنه على دفعات من حصيلة إيراداته. والشاهد إن إيزاك عنبر كان واقع في نفس مشكلة شلهوب زي ما شفناها في مسلسل عمر أفندي، بس إيزاك عنبر حلها بالهجرة، مش حلها بالتنكر، حلها بإنه يروح بلد غير فلسطين، فراح جنوب أفريقيا، وحسب الفيلم ما تقالش إنه سابها وراح بلد غيرها. كتبت مبايعة صغية بيني وبين واحد من المستخدمين بتوعي أثق في ذمته. يبقى الحالة إذا اتحسنت أرجع ألاقي محلي، ما اتحسنتش أكون لفت بعمري. والله برضه فكرة. شلهوب ما حلش مشكلة التهديد الألماني بالهجرة، ففضل قاعد في مصر وغير هوية ولاده، خباهم في أسامي مسلمين، البنت فاطمة والولد عبد الرحمن. وده حصل فعلا مش بس في المسلسل، حصل في الحقيقة، ويهود كتير عملوه. ومش عايز حد يستشهد بالسيدة ماجدة هارون ويدعي إنها قالت كده في لقائها مع إسعاد يونس، لأنها ما قالتش كده لا مع إسعاد ولا مع غيرها. هي رئيسة الطائفة اليهودية في مصر ولم تقل مثل هذا الكلام. واللي بيكذبوا يبطلوا كذب، لأن الكذب حقارة وانحطاط. مفروض كل ابن آدم يربأ بنفسه عن إنه يكون كذاب. ما فيش حاجة في الدنيا تستاهل إنك تكذب. ماجدة هارون ما قالتش كده، بس ده حصل والشواهد عليه كتيرة. وسمعت واحدة من قصصه العجيبة في التسعينيات من عم كمال اللي كان بيجي لنا جورنال الشعب زي ما كان بيلف صحف مصر كلها. عم كمال كان خارج من مستشفى الصحة النفسية اللي أقرب قريب ليه دخلهوله في أيام الملك فاروق عشان يستولي على ميراثه. عم كمال كان شاب وطني ويساري وطائق حسب تعبير ولاد البلد، مجازف يعني وما بيخافش وبيتكلم بحريته. وده ساعد اللي لفقوا له ادعاء انه تعبان نفسيا على التلفيق. ومع انه سيد العاقلين فضل في المستشفى لغاية الثمانينيات، لانه سهل انك تدخل المستشفى دي، صعب جدا انك تخرج منها. لما افرجوا عنه بمساعي حميدة من ناس طيبين، ساعدوه كمان بعد الافراج انه يطلع له معاش من الضمان الاجتماعي، وجابوا له شقة أوضة وصالة من بتوع المحافظة. ولأنه راجل جدع شاف إنه ما يصحش ياكل بلاش، ومدام البلد بتديله فلوس يبقى لازم يخدمها بالفلوس دي، لازم يشتغل ويحلل القرش. فعين نفسه ساعي بريد للتوعية حسب المسمى الوظيفي اللي هو ابتكره وأطلقه على نفسه. جاب شكارة بلاستيك كبيرة من بتوع الكيماوي، من بتوع السماد، وبقى يركب القطر اللي رايح القاهرة الصبح واللي معاه شكوى أو أي رسالة عايز يوصلها الجريدة في القاهرة، يحطها في ظرف ويكتب عليها العنوان اللي عايز رسالته توصل له، ويستناه على محطة القطر في بلدهم في الميعاد اللي عم كمال كان بيركب فيه. ولما يشوفوا من الشباك اللي كان عم كمال بيقف فيه في كل محطة وينادي على اللي معاه جواب وعايز يوصله، فيديله الجواب، وعم كمال يشيل كل الجوابات دي في الشكارة، ولما يوصل القاهرة يلف على الصحف ويوصل لها الرسائل اللي معاه. يوصل الرسائل لكل محرر مختص بمنتهى الدقة والأمانة. الشكاوى وطلبات المساعدة تروح لمحرر بريد القراء، وطلبات العلاج تروح لمحرر الزاوية الطبية، والمقالات لمسؤول المقالات وهو يفرزها، يودي اللي يوديه على بريد القراء
وينشر اللي ينشره في زوايا المقالات في الصحيفة. والأعمال الأدبية والكتب والمطبوعات ودعوات المعارض الفنية لصفحة الثقافة والأدب. وما كانش عم كمال بيرجع بالشكارة فاضية، كان بيملاها جرايد عشان يوزعها على الناس. ولسه فاكره الله يرحمه وهو بيطلب طلبه المحدد، عايز 5 شعب، عايز 5 نسخ من جورنال الشعب يعني، وديهم له طبعا، حتى وانا متأكد انه هيطلب غيرهم من غيري. ما انا عارف هو هيعمل بيهم ايه، هيوزعهم للتوعية زي ما كان بيقول بصدق. كان ياخد النسخ ويوزعها على اللي بيحملوه شكاواهم وأحلامهم في جوابات مقفولة. وكانت صفحتي الأدبية مدينة للإبداعات الراقية اللي كان بيوصلها لي، وكتير من اللي القراء عرفوهم لأول مرة عبر هذه الصفحة عرفوهم بفضل جهود ساعي التوعية عم كمال، وبقوا من الأدباء الذين يشار إليهم بالبنان، خدوا جوائز وأصدروا أعمالهم الأدبية من مختلف دور النشر الحكومية والخاصة. عم كمال كان عزيز النفس جدا، لا يمكن أبدا يقبل إن حد يديله فلوس أو ملابس أو أكل، هو بس عايز 5 شعب. ولما مبارك وقف صدور جريدة الشعب وأنا سافرت خارج مصر ورجعت قابلته في وسط البلد، خدته بالحضن طبعا وخدته معايا البيت زي أي صديق عزيز ما شفتوش من مدة. اتحايلت عليه ياخد أي مبلغ فرفض بحدة، ولما حطينا الأكل مرضيش ياكل إلا لما قلت له يعني أنا لو جيت لك في بيتك مش هتأكلني. وكان عندي كمية كبيرة من علب جبنة بيضة بمواصفات صحية خاصة ومضمونة، حاولت أديله منها فقال لي إنه هياخدها بس عشان يوصلها للأديب فلان اللي استأصل ورم من القولون ومحتاج ياكل منها زي ما الطبيب بتاعه وصاه أو نصحه. وبكيت لما الأديب ده اتصل بيا يشكرني على علب الجبنة اللي بعتها له مع عم كمال، لأن عم كمال اداها له كلها وما حجزش لنفسه حتى ولو علبة واحدة. وفي مرة كنت بسأل عم كمال على شاعر من بلده كنت أعرفه، قابلته كذا مرة في ندوات، كان اسم هذا الشاعر على اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد أحمد محمود، واسم عيلته كان أبو كذا، وكذا ده كان اسم يهودي. فقال لي ما اسموش أبو كذا، اسمه كذا على طول. قلت له ازاي؟ قال لي لأن عيلته عيلة يهودية معروفة وكان عندهم محل وكالة وأنا كنت زبون عندهم، وبعدين لما خافوا على نفسهم أيام الحرب سموا نفسهم بأسامي المسلمين وزودوا أبو في اسم العيلة. ودي كانت قصة سهلة يعني، ما كانتش شغلانة، كانت حدوتة تخلص بجوز جنيهات تديهم لكاتب الصحة من تحت الترابيزة وهو يظبط لك كل حاجة ويغير لك الاسم زي ما انت عايز. ما هو ما كانش فيه مصلحة أحوال مدنية لسه. قلت له بس أنا شفته وهو بيصلي وتمام يعني مسلم. قال لي وماله، ما هو منهم اللي أسلم بجد ومنهم اللي فضل مكتفي بأنه متداري في الاسم وخلاص. عم كمال قال لي إنه شاف بنفسه اليافطة على المحل وهي من غير أبو، وشافها وهي فيها أبو بعد التخفي في الاسم الإسلامي. يا أهلا يا أهلا، بابا وحشتوني يا أولاد. ازيك يا عبد الرحمن؟ وأنت عاملة إيه يا فاطمة؟ وأنت ليكي وحشة يا نجوى. عبد الرحمن مين يا بابا؟ أنا إسحاق وهي إستر. اخرس، أنت اسمك عبد الرحمن وأنت اسمك فاطمة. أنتوا إيه؟ جرى حاجة في عقلكم ولا إيه؟ احنا برضو اللي جرى في عقلنا حاجه؟ انت اتجننت يا راجل مش عارف عيالك؟ أغبية، دي خطة أنا عاملها عشان الألمان لو دخلوا ما يعرفوش إن إحنا يهود. أنت اسمك عبد الرحمن وأنت اسمك فاطمة. طب واشمعنى انا نجوى زي ما انا وما غيرتش اسم؟ نجوى دي تمشي مسلمة ومسيحية، وبعدين يا ريت الألمان يقفشوكي ونخلص. ده مفيش فايده فيك، راجل لسانك زالف بصحيح. اخلصوا، انتوا جايين عايزين ايه؟ جايين نقول لك ان ما ينفعش كل واحد يبقى عايش فينا في حته كده.
انت قاعد في بنسيون في القاهره، وانا قاعده في بيت طالبات في اسكندريه، واسحاق قاعد في الفيوم قلت عبد الرحمن. عبد الرحمن قاعد في الفيوم. وكل ده كوم بقى، وماما اللي انت راميها في اسوان دي كوم تاني. الحر هيقتلني يا شلهوب، حرام عليك. حرام عليك انت. الحق عليا ان انا بحافظ عليكم عشان الالمان لو دخلوا ما يقفشوناش كلنا مره واحده، واللي يتقفش الباقي يهرب. على الهامش بقى، فالمشهد ده في مسلسل عمر أفندي، وحسب سيناريو المسلسل فإن البطل انتحل اسم عمر أفندي بالصدفة لما اتنقل من زماننا لزمن الأربعينيات بطريقة خرافية، واتسأل عن اسمه ولقى قدامه يافطة عمر أفندي فادعى إن اسمه عمر، فصاحبه بتاع الأربعينيات كمل له الاسم عمر أفندي حسب سلوهم في الوقت ده، إنه ما دمت لابس بدلة يعني قميص وبنطلون وبدلة فيبقى اسمك كذا أفندي. لكن الحقيقة أنا شايف إن اختيار المسلسل لهذا الاسم بيرجع لسبب أعمق شوية من هذا المبرر الضعيف، لأن عمر أفندي هي سلسلة المحلات اللي ارتبطت نشأتها باليهود بشكل وثيق ومؤكد. عمر أفندي سلسلة محلات اتأسست في اسطنبول سنة 1855 أو 1856 على إيد رجلي الأعمال ليون أوروزدي وهيرمان باك، وهما يهوديان من أصل مجري بينتموا للإمبراطورية النمساوية المجرية. سموا محلاتهم أوروزدي باك واعتمدوا فيها على فكرة المول أو المحل الكبير متعدد الأقسام اللي بيبيع منتجات مختلفة ومتنوعة، ملابس وأحذية وأدوات منزلية ومكتبية وكهربية وعطور وسجاد ومفروشات إلى آخره. في زمن كان كل بضاعة من دي لها محلها المستقل، فلما كل ده اتجمع مع بعضه في مكان واحد المحلات نجحت نجاح كبير جدا وفتحت عدة فروع في أوروبا، وامتد نشاطها لمصر اللي اتفتح فيها أول فرع لمحلات أوروزدي باك سنة 1896. ومع تعدد الفروع أوكل أدولف أوروزدي إلى المصمم المعماري الشهير راؤول براندان مهمة تصميم المقر الرئيسي للمحلات في شارع عبد العزيز سنة 1905. كان أوروزدي في الأصل ضابط في الجيش وقدر يفتح فروع كتير في مصر، لكن لعنة الحرب والخوف خلت أصحاب المحلات يغيروا اسمها. بعد الحرب العالمية الأولى على طول غيروا الاسم من أوروزدي باك لعمر أفندي. طيب مين عمر أفندي ده؟ هتسمع روايات متعددة أشبه بالأساطير، أضعافها إن المحل اتفتح أصلا في منطقة الصاغة في الحسين، وكان في عامل بسيط اسمه عمر، والناس بتقول له عمر أفندي لأنه على طول لابس بدلة وطربوش. كان بياع شاطر وحسن المعاملة فالناس حبته. لما الخواجة أوروزدي صاحب المحل لاحظ كده دخلوا معاه شريك بالاسم بس، وكتب على محل شارع عبد العزيز وما تلاه عمر أفندي. وزي ما قلت لك دي أضعف الروايات، لأن عندنا صور لمحل شارع عبد العزيز وهو لسه بيتبني، وعندنا صور ليه وهو بيتفتح وعليه يافطة أوروزدي مش عمر أفندي. والإن في يافط لفروع تانية كان مكتوب عليها أوروزدي وعمر أفندي مع بعض، وعشان كده ما تشغلش بالك قوي بالرواية دي، تقدر تهملها وانت ضميرك مستريح. وواضح ان قصة فيلم لعبة الست مؤثرة على هذه الرواية أكثر من تأثير الحقيقة التاريخية. على كل حال عندنا رواية تانية بتقول ان عمر أفندي اللي اشترى المحلات سنة 1920 كان من أقارب السلطان العثماني حتة واحدة يعني، ودي كمان رواية متهافتة لأن الدولة العثمانية انتهت بصفتها السياسية يوم 1 نوفمبر سنة 1922، ثم لم يعد لها وجود على أي صعيد مع إعلان الجمهورية التركية يوم 29 من نوفمبر 1923. يعني سنة 1920 كانت السلطنة التي خرجت مهزومة من الحرب العالمية الأولى بتحتضر، فمحدش
من قرايب السلطان يقدر يظهر فلوسه ويشتري بيها سلسلة محلات، ولا أصحابها اليهود اللي هم أساسا بيبيعوها لأنهم خايفين بعد هزيمة إمبراطوريتهم هي كمان الإمبراطورية المجرية النمساوية، ولا أصحاب المحلات اليهود كانوا يأمنوا أنهم يبيعوها لواحد من أقارب السلطان العثماني، ولا هو يآمن أنه يشتري منهم بعد اللي عملوه في السلطان. وأول الروايات المعقولة بتقول إن الاسم اتغير لعمر أفندي نسبة لعمر أرناؤوط التاجر الألباني اليهودي اللي دخل شريك في المحلات. ورواية قريبة منها بتقول إنه في سنة 1920 تم بيع كل فروع أوروزدي لثري مصري يهودي غير اسم المحل لعمر أفندي. وفي كل الأحوال واضح إن كان في رغبة أكيدة في التخلص من الاسم اليهودي، رغم إن في محلات يهودية تانية ما غيرتش اسمها زي شيكوريل وعدس وبنزيون اللي هو ابن صهيون، يعني كده اهو ابن صهيون وش، لكن صوابعك مش زي بعضها، والناس مش كلها أعصابها جامدة وتقدر تتحمل المخاطرة للنهاية. منهم اللي قدر يصمد وفضل ثابت تحت التهديد، ومنهم اللي أول ما سمع إن الألمان على أبواب مصر مفاصله ثابت، ومنهم المجري النمساوي اللي أول الإمبراطورية بتاعته ما اتفككت في الحرب العالمية الأولى دور على طول على حاجة يستخبى فيها، فبقى عمر أفندي مش أوروزدي، أو بقى أبو كذا مش كذا، أو غير اسمه لاسم الجهة اللي أجداده جم منها، زي اللي جم من مدينة سيس إحدى المدن التابعة لمقاطعة أرارات في أرمينيا، واللي يقدر عدد سكانها ب 1745 نسمة حسب إحصاء سنة 2011. فاللي جه من سيس يبقى السيسي. هناك أدلة على وجود استيطان يهودي في المرتفعات الأرمينية يعود تاريخه إلى أوائل القرن الأول قبل الميلاد، يعني حوالي 50 أو 60 سنة أو 70 سنة قبل ميلاد المسيح عليه السلام كان في يهود في أرمينيا، أو هناك أدلة على ذلك. كما جاء إلى أرمينيا اليهود والمسيحيون المتهودون أيضا من روسيا في زمن الإمبراطورة كاترين وفي زمن ستالين أيضا. وأرارات من المرتفعات التي سكنها اليهود، فأرارات جبل في أرمينيا يقال إنه الجبل الذي رست عليه سفينة نوح عليه السلام، وسميت باسمه مقاطعة أرارات التي تقع فيها مدينة سيس. وبرغم أن أحوال اليهود في أرمينيا مستقرة بشكل عام، فإنهم تعرضوا عبر التاريخ لبعض المضايقات التي دفعتهم إلى الهجرة، وكانت مصر وجهة مفضلة بالنسبة لهم، والنتيجة انتوا عارفينها طبعا، نتيجة اللي جم من سيس لمصر الكل دلوقتي شايفها وعارفها، وعارفين السيسي البطل اللي أنقذ مصر من بتوع قال الله وقال الرسول. أهل الدين مش حاسين بالمشكلة، لكن جوه الجيش لا يمكن هنسمح ان يبقى فيه حد جواه كده، واللي هيبان عليه هنمشيه. احسن حاجه عملها، احسن حاجه انه يشيلوا بتاع قال الله وقال الرسول ده. لو احنا عندنا في مصر هنا ديانات اخرى نحن كنا سنبني دور عباده لهم. لو في عندنا يهود هنبني لهم. وإرادة الشعب المصري المتمثل في مجابهة الصهيونية ومساعدة الفلسطينيين بوجود السيسي في السلطة، فإن الإسرائيليين مرتاحين، أي أنهم أمامهم نظام سيسيطر على غزة وسيقوم بما تطلبه إسرائيل. أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي. احنا بنأكد إن احنا لا نسمح بأن أرضنا تشكل قاعدة لتهديد أو منطقة خلفية لهجمات ضد إسرائيل. Would you say that this is the deepest and closest cooperation that you've ever had with Israel? صحيح. That is correct. عملنا الإجراءات المطلوبة مع الإسرائيليين في الوقت دوت، واتصلت بيهم قلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في العريش ورفح والشيخ زويد. تجدني وبقوة أيضا داعم وبشدة كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن في صفقة القرن.
بيعيش فيه الفلسطينيين. وخلونا اتكلم واقول ان برضو من كام يوم كان في ناس بتحتفل بالانتصار والاستقلال، وفي ناس بتحتفل بالانكسار والانهزام. الاخوانجيه هدول هذه هي العداوه المشتركه. السيسي صهيوني اكثر مني. לעם זה מדהים, וכל פעם אני נופלת מזה, זה נשמע כמו הסרטים של יום שישי. הרוח מן רבי פין. אשכרה. זה כאילו זה... للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل. ممكن قوي يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. قال لك خير لما جعله خير، كيلو الكمون ب 500 جنيه أحي عادي، مش هجملها ومش هقول بين قوسين ولا اقول تيت ولا اقول اي حاجه خالص، لان خلاص يعني الناس كلها ماسكه دماغها. كان ادم اسود البعيد على الشعب، الله ينتقم منك ويجعل قبر امك نار. اللي خلفتك لنا في يوم من الايام دعت لها تسلم البطن اللي شالتك، لا تولع البطن اللي شالتك يجعله. البلد دي كانت كده كده. العلم الحقيقي ان الحكايه كانت كده واحنا كنا كده، وبالرغم من كده عملنا كده، ودي المعجزه. حكايه اللي استخبوا في اسامي مسلمين او ما استخبوش او غيروا اسمائهم بطريقه ما عشان يداروا اصولهم كلها بتقع في دوائر الاحتمال. يمكن، جايز، ليه لا، ومحتاجين بحث مفصل لتأكيد الإثبات أو النفي. فاللي يقدر يعمله يبقى كتر خيره، وإن كان مثل هذا البحث مش هيفرق غير في معرفة بعض الدوافع النفسية للأفعال، سيلقي الضوء على الدوافع النفسية لهذه الأفعال، بس مش هيفرق في تقدير الأفعال نفسها ولا في نظرتنا ليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.